اكيد بتجيلك تقارير من بورسعيد. عايزين نفهم ايه اللي مخلي فيه معلومات متضاربه على ان الشرطه والجيش بيتعرضوا لاطلاق نيران، وعايزين نفهم من حضرتك كوجهه نظر رسميه الوضع ايه على ارض الواقع. هو فعلا في بورسعيد في فعاليات وفي مواجهات بتحصل. انت عارف حضرتك النهارده كان قررنا ان احنا هننقل السجن بتاع بورسعيد ده في ضوء ان السجن ده تسبب في اثار سلبيه للمنطقه المحيطه من السكان والمواطنين وتضرروا منه، وكان وجوده في داخل المنطقه السكنيه يعني امنيا حتى ما بيبقاش مناسب. فكان تقرر ان احنا ننقل السجن كله خارج المنطقه السكنيه، وبدانا بنقل 39 متهم من اللي في داخله، منهم المتهمين في حادثة بورسعيد. اهالي بورسعيد علموا بنقل المتهمين في حركات عشوائيه وهستيريه، توجهوا لمديريه الامن وبداوا يلقوا الحجاره والمولوتوف والطوب. القوات بتحاول تمنعهم من اقتحام المديريه او اشعال النيران فيها او اتلافها او الاستيلاء على ما بداخلها من اسلحه وخلافه. قوات الجيش موجوده برضو بتساهم مع قوات الشرطه جنب الى جنب. من فتره من حوالي نص ساعه كده احد المتظاهرين اطلق عده اعيره ناريه تجاه قوات الجيش وقوات الشرطه اللي موجوده. اصيب 2 من افراد الشرطه بطلقات ناريه، ويعني الموقف ما زال ما بين الكر والفر احيانا. ونتمنى ان تنتهي الامور على خير ان شاء الله نتمنى كل خير لكل الناس. سياده اللواء عبد الفتاح عثمان، في ممكن سؤال بيطرح في هذه اللحظات، ليه اخترتم التوقيت ده تحديدا في نقل السجناء وقبل ايام قليله من 9 مارس؟ وحضرتك عارف يعني ايه 9 مارس، يعني النطق بالحكم في قضيه مذبحه بورسعيد. الموضوع ده ربما يعني يؤثر على الاهالي، يعتبر استفزاز من قبل الحكومه لهؤلاء الاهالي. اشمعنى التوقيت ده بالذات؟ والله ابدا، ده احنا كنا ده احد اجراءات التامين والامن للمتهمين والاهالي. اولا ما اظنش ان هيصدر احكام اخرى تثير مشاعر اهل بورسعيد اكثر مما صدر. يعني الاحكام التي صدرت هي كانت اقصى درجات العقوبه، فما يصدر ما احنا يا فندم الاحكام دي لا يمكن ان نتنبأ بيها تحت اي ظرف من الظروف. لا مش كده يا فندم. الحكم بالاعدام هو اقصى درجات العقوبه. وصدر الحكم بالاعدام واعلن. ما يصدر من احكام لاحقه ستكون اقل وطأة يقينا. فمش متوقع ان يحدث في بورسعيد تداعيات أكثر مما حدث إزاء الأحكام التي صدرت في المرحلة الأولى. ولم نكن نتوقع أن يكون أهالي بورسعيد منتظرين أحكام أخرى. يعني الأحكام التي تلي ما صدر من أحكام ستكون أقل بالتأكيد. فإحنا كان الموضوع حفاظا على أمن المتهمين وأمن بورسعيد نفسها، وفي إطار خطة نقل السجن ليس مرتبطة ب9 مارس. ربما 9 مارس يكون تداعياتها ليس في بورسعيد. طيب ما هو السجن لو نقل قبل او بعد هذه المرحله، ربما انا بقول لحضرتك بس كلام انا بشوف انه ربما يكون منطقي. يعني لو السجن استنى شويه او مثلا شهر قبل كده او شهر بعد كده، كان يخفف وطأة الغضب اللي في الشارع. والله يعني احنا ما انا بقول لحضرتك ما كانش محسوب ان هناك ردود افعال ازاء نقلهم، لان احنا اولا السجن في لوائح السجون كل متهم، تصنيف المتهمين نفسهم المحكوم عليهم نفسهم، كل تصنيف المتهمين بيتم على سجون معينه. احنا في نقل المسجونين يعني بنراعي الموائمه ما بين محل الاقامه وما بين السجن الموجود، وبعمليه تنظيميه ليس الا. ما انا فاهم، بس اديك ايه يعني شايف الوضع، يعني ربما تبقى يعني اكتساب خبره في مثل هذه القرارات. ما افتكرش ان انتوا كنتوا عايزين ان الامور تؤول الى ما آلت عليه. على كل حال بشكر حضرتك على المداخله. اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية. أكيد حضرتك عندك برامج تانية كتير محتاجين منك توضيح للموقف في بورسعيد وفي المنصورة وفي ميدان التحرير. ربنا معاكم وربنا يكون في عونكم. إنما احنا هنظل نبحث عن الحقيقة ونظل نمحص وندقق في المعلومات علشان تبقى المعلومات فيها
خدمة مباشرة للي بيشوفنا. على كل حال تعالوا نشوف ملف تاني، الأمريكان، هل يتدخل الأمريكان في الشأن الداخلي المصري ولا ده بس موقف من بعض أطراف المعارضة المصرية؟ من بين الشخصيات اللي قابلها جون كيري وزير خارجية أمريكا اللي غادر القاهرة النهاردة متوجه إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وغادر الحقيقة من قرية البضائع زيه زي أي بضاعة أو أي يعني حاجة في الشحن، لأنه كان في الألتراس قطعوا الطريق وكان في دواعي أمنية خلت السفارة الأمريكية تقرر أنها تخرج وزير الخارجية من قرية البضائع، وأعتقد أن دي سابقة حاصلة لأول مرة. وزير الخارجية الأمريكي قابل طبعا الرئيس مرسي وقابل عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني ورموز للأحزاب السياسية والشخصيات المصرية المعروفة، من بينهم ضيفي النهاردة في برنامج مصر الجديدة بعد الفاصل الأستاذ محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اللي هقابله بعد الاستراحة الإعلانية. اوعوا تروحوا في أي حتة.